السلام عليكم شباب أولى ثانوي، معاكم مستر محمد مجد. احنا النهارده في الامتحان السادس من الجيزة. تعالوا كده نشوف أول سؤال. بيقول لي if one of the two roots of the equation 3x squared plus a plus 3x plus 7 is additive inverse to the other. أدام قال لي one من ال two roots is additive inverse to the other، إيه اللي أنا بستفاده؟ اللي أنا بستفاده إن ال b بتبقى equal 0. طيب مين هنا ال b؟ ال b هنا هتبقى equal a plus 3. يعني ال a بلس 3 هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال 0. طب انا عايز اعرف ال a بكام؟ ال بلس 3 دي تروح السايد التاني تبقى ماينس، يبقى ال a ايكوال نيجاتيف 3 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر a. if 3x minus y plus x plus y I equal 2 over 1 plus I then ال y minus x. طيب انا اول حاجه شايف ال 2 over 1 plus I دي انا عايز اجيبها في simplest form. طب عشان اجيبها في simplest form هعمل ايه؟ هعمل تايم فوق وتحت في الكونجيجيت بتاع اللي تحت. مين اللي تحت؟ 1 بلس اي. طب مين الكونجيجيت بتاعه؟ 1 ماينس اي. طيب التايم ده ازاي بيتم؟ ال 2 دي هتدخل على البراكت جو كله، يبقى 2 تايم 1 ب 2 و2 تايم نيجاتيف اي بنيجاتيف 2 اي اوفر. دول بقى 2 كونجيجيت نمبرز. طيب ال 2 كونجيجيت نمبرز بيتعمل التايم بتاعهم ازاي؟ الاولاني تايم الاولاني والتاني تايم التاني. 1 تايم 1 ب 1. اي تايم نيجاتيف اي بنيجاتيف اي سكوير. طيب الاي سكوير بتعمل ايه؟ الاي سكوير دي بنيجاتيف 1، لما يبقى جنبيها نيجاتيف تبقى بلس 1. يبقى 2 ماينس 2 اي اوفر 1 بلس 1. 1 بلس 1 دي اللي هي ب 2، يبقى 2 ماينس 2 اي اوفر 2. ال 2 دي تتوزع على 2 فتبقى 2 اوفر 2 ماينس 2 اي اوفر 2، يعني الانسر 1 ماينس اي. طيب حلو قوي كده، يبقى ده ال 1 ماينس اي. طيب مين ده بقى؟ بيقول لي 3x ماينس واي بلس x بلس واي، الكلام ده ايكوال اي، ايكوال 1 ماينس اي. الريل ايكوال الريل، يعني ال 3x ماينس الواي ايكوال 1، والاكس بلس الواي الايمج ايكوال الايمج ايكوال نيجاتيف 1. طب دول تو ايكويشنز عايزين نعمل لهم سولف. بنعمل لهم سولف ازاي؟ بنكتب على الكالكليتور كده مود 5، كده نختار مود 5 او 3 على حسب الشكل اللي عندي اللي هي ايكويشن. كده بنختار نمبر 1، بيبقى عندي الفورم ax بلس by equal c. طيب ال a هنا بكام؟ ال a هنا ب 3. طب ال b هنا بكام؟ ال b هنا بنيجاتيف 1. طب ال c هنا بكام؟ ب 1. طب ال a هنا بكام؟ ب 1. طب ال b ب 1 برضه. طب ال c بالنيجاتيف 1. طب بعدين يا مستر هلاقي على الكالكليتور طلعت لي الاكس بكام والواي بكام. الكالكليتور طلعت الاكس ايكوال 0. طب الواي طلعت بنيجاتيف 1، يبقى الانسر بتاعي نيجاتيف 1 ماينس 0. يبقى الانسر بتاعي نيجاتيف 1 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر B. If the two roots of the equation x squared plus 4x plus k equal are real and different. are real and different. لما two roots بيبقوا real and different ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال b باور 2 minus 4a times c لازم تطلع greater than 0. طب يا مستر هي ال a هنا بكام؟ ال a هي ال coefficient ال x باور 2 اللي هي ب 1. طب ال b coefficient ال x اللي هي 4. طب ال c ايه الابسولوت تيرم اللي هو ال k. طيب b باور 2 يعني 4 باور 2 minus 4 تايم ال 1 تايم ال k، الكلام ده greater than 0. هو عايز يعرف ال k بيلونج لمين. طيب 4 باور 2 دي ب 16 minus 4 تايم ال 1 تايم ال k بنيجاتيف 4k greater than 0. 16 تروح السايد التاني تبقى 16 دي بوزيتيف، تروح السايد التاني تبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 4k greater than نيجاتيف 16. النيجاتيف 4 دي بقى تايم ايه الاوبريشن ما بين يعني ايه نيجاتيف 4k؟ يعني نيجاتيف 4 تايم k، فالاوبريشن هنا تايم، فالتايم ده يروح السايد التاني يبقى ديفايد، يبقى الكي. يبقى انا دلوقتي هعمل ديفايد على رقم نيجاتيف. ادام هعمل ديفايد على رقم نيجاتيف الساين دي بتتغير، بدل ما كانت بص على الكي هتبقى بص على النيجاتيف 16. يبقى الكي سمولر ذان نيجاتيف 16 اوفر نيجاتيف 4. يعني الكي سمولر ذان مين؟ يعني الكي سمولر ذان ال 4. طب انا عايز الكي سمولر ذان ال 4، يبقى انا عايز ايه؟ عايز كل الارقام اللي اصغر من ال 4. يعني انا هنا دلوقتي الكي بتاعتي من النيجاتيف انفينيتي، ما انا بتكلم على الاصغر من ال 4 لحد ال 4 اوبند. طب ليه ال 4 اوبند؟ عشان ما فيش ايكوال. يبقى الاجابه عندي لتر بي هي كمان.
The solution set of the inequality x minus 3 times x minus 7 smaller than is 0 in ال R is. هو طبعا المفروض ان انا باخد الايكويجن اسويها بالزيرو علشان اجيب اعمل solving فاجيب الاكس بكام. حاجتين تايم بعض ايكوال 0 فتبقى يا اما الاكس ماينس 3 بزيرو. يا مستر نعمل تايم. يا حبيبي انت عايز تعمل تايم ليه؟ عشان بعد كده تعمل فاكتورايز. طب ما الراجل عامل لك الفاكتورايز، انت دلوقتي عايز تجيب الاكس بكام. فالاكس طلعت ب 3 لان دي كانت نيجاتيف 3 هتروح السايد التاني تبقى بوزيتيف، ودي كانت نيجاتيف 7 هتيجي السايد ده تبقى بوزيتيف، يبقى الاكس ايكوال 7. يبقى يا اما الاكس ب 3 يا اما الاكس ب 7. طيب بعدين انا عايز سولوشن ست. طب دول كده انهي كيس؟ دول two different real roots. يبقى بروح جاي كده عامل النمبر لاين بتاعي ادي ال 3 وادي ال 7. طيب ال 3 هنا كده ايه لازمتها؟ بتطلع 0، وال 7 مع سولوشن ست يعني هي اللي بتطلع الزيرو. طيب الاكس تايم الاكس بكام؟ باكس سكوير. طب الاكس سكوير دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف يا مستر. طب خلاص ادام الاكس سكوير بوزيتيف يبقى انا هشتغل ازاي؟ سيم اوبوزيت سيم. احنا قلنا بوزيتيف يبقى سيم، يبقى ده هيبقى بوزيتيف. نيجاتيف اوبوزيت وادي ده سيم يبقى بوزيتيف. طيب بعدين يا مستر عايز سمولر ذان زيرو. طب فين المكان اللي طلع الارقام النيجاتيف؟ من ال 3 اوبند دي كده السولوشن ست. من ال 3 اوبند لحد ال 7 هي كمان اوبند. طيب ليه يا مستر اوبند؟ اوبند عشان انا عايز اللي بيطلع نيجاتيف بس. طب يا مستر ليه ما اخدش ال 3؟ ما ال 3 بتطلع 0 حبيبي، وال 7 هي كمان بتطلع 0. فتبقى الاجابه النمبر 4 لتر بي برضو. لا if 2 plus I is one of the roots of the equation x square minus 4x plus c equal 0 then the value of c. طيب احنا عايزين هنا ايه؟ هو قال لي ان دي one of the two roots of the equation. ادام التو روتس ادام واحد منهم كومبلكس يبقى التاني هيبقى الكونجيجيت بتاعه. يبقى قلت لك ان الاولاني اللي انا سميته ال هو عباره عن 2 plus I. التاني اللي انا هسميه ام هو هيبقى عباره عن 2 minus I. يعني انت معاك التو روتس يا مستر. طب انت عايز السي. طب السي دي في مكان السم ولا البرودكت؟ لا انا مش فاهم. اقول لحضرتك انا لو عايز اطلع السم اوف ذا تو روتس هو نيجاتيف بي اوفر اي. طب مين البي؟ كوفيشنت الاكس. مين الاي؟ كوفيشنت الاكس سكوير. طب لو انا عايز اطلع برودكت سي اوفر اي، مين السي؟ الابسولوت تيرم. مين الاي؟ كوفيشنت الاكس سكوير. طب انا عايز السي يبقى ده هيجي عن طريق سم ولا برودكت؟ برودكت. فاول حاجه قلت له انا هطلع الاي بكام؟ ب 1، البي نيجاتيف 4، السي بسي. فقلت له برودكت ايكوال. يعني ايه برودكت؟ برودكت بتاع مين؟ برودكت بتاع التو روتس. يبقى هنا ده ال تايم ام. خلينا بس الاول نطلعها من التو روتس. من الرول هتبقى سي اوفر اي، يعني سي اوفر 1 يعني بسي. طيب البرودكت من التو روتس يعني ال تايم الام يبقى عباره عن 2 بلس اي تايم 2 ماينس اي. الكلام ده الانسر بتاعه هيبقى ايكوال مين؟ هيبقى ايكوال السي، ما ده البرودكت. طيب دول 2 كونجيجيت نمبرز، الفيرست تايم الفيرست والسكند تايم السكند. 2 تايم 2 ب 4، اي تايم نيجاتيف اي بالنيجاتيف اي سكوير. الكلام ده ايكوال السي، يعني السي ايكوال 4. الاي سكوير دي بنيجاتيف 1 يعني ماينس نيجاتيف 1. ماينس الماينس يبقى بوزيتيف، يبقى ال 4 بلس 1 اللي هي هتبقى ايكوال كام؟ اللي هي هتبقى ايكوال 5. يعني السي هنا ايكوال 5 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. The quadratic equation whose two roots are 2 minus 3i و 2 plus 3i is. انا عايز اعمل فورمنج للكوادراتيك ايكويشن. عشان اعمل فورمنج للكوادراتيك ايكويشن لازم يبقى معايا sum وبرودكت. فانا اول حاجه هجيبها هجيب السم. مين السم؟ 2 minus 3i plus 2 plus 3i. طيب دي نيجاتيف 3i ودي بوزيتيف 3i، الاثنين راحوا مع بعض. 2 بلس 2 4. طيب البرودكت، مين البرودكت؟ 2 minus 3i تايم 2 بلس 3i. طيب ده برودكت بتوين تو روتس. ال 2 تايم ال 2 ب 4. نيجاتيف 3i تايم 3i بالنيجاتيف 9i سكوير. يا مستر انا بتوه يا حبيبي. النيجاتيف تايم بوزيتيف بنيجاتيف. 3 تايم 3 ب 9. i تايم i باي سكوير. الاي سكوير بتعمل ايه في اللي جنبها؟ بتعمل تشينج للساين، يعني دي هتبقى 4 بلس 9 اللي هي ايكوال كام؟ 13. اكس سكوير ماينس sum x بلس البرودكت
equal 0 يعني x سكوير minus 4x plus 13 equal 0 اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر A. If L is one of the two roots of the equation x square minus 4x plus 1 then the numerical value of the expression L square minus 4L plus 5 is a space. طيب يعني ايه ال L is one of the two roots؟ يعني لما اشيل ال L في الاكسبريشن ده الانسر هيطلع 0 يبقى ال L square minus 4L plus 1 الكلام ده equal 0. طب انا عايز L square minus 4L plus 5 يا مستر. طب ما انا ده اقدر اجيب الفاليو بتاعته ال L square minus ال 4L ده ما ده بوزيتيف 1 تروح السايد التاني تبقى نيجاتيف يبقى الكلام ده بنيجاتيف 1 يبقى انا اقدر اشيل ده واحط مكانه كام؟ نيجاتيف 1 بلس 5 نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 1 بلس 5 اللي هي ادتني كام؟ نيجاتيف 1 بلس 5 اللي هي تديني 4 يبقى الانسر لتر مين؟ لتر A. if ال fx equal x plus 2 where ال x belong من النيجاتيف 4 لل 3 يعني ايه ال x belong من النيجاتيف 4 لل 3؟ يعني ال x مش هتبقى برقم اصغر من النيجاتيف 4 ولا هتبقى برقم اكبر من ال 3 then ال fx is negative when ال x belong to مين؟ عايز اعرف امتى ال fx هتطلع نيجاتيف. طيب الاول بس كده انا هحل المساله بتاعتي عادي. انا هجيب السيت اوف زيروز يبقى ال x بلس 2 equal 0 يعني هساوي الفانكشن بزيرو. البلس 2 دي تروح السايد التاني تبقى ماينس يبقى ال x equal نيجاتيف 2. طيب بعدين بعد ما ال x طلعت نيجاتيف 2 ادي النيجاتيف 2 الانسر بتاعها هيطلع 0. طيب coefficient ال x بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف يبقى الجريتر ذان هيبقى بوزيتيف والسمولر ذان هيبقى نيجاتيف. تمام. هو الراجل ده قال لي ان الاكس ده بص السهم ده والسهم ده معناهم ايه؟ معناهم ان انا هنا نهايتي نيجاتيف انفينيتي وهنا نهايتي بوزيتيف انفينيتي. قلت له لا بقى هو هنا قايل لك ان الاكس نهايتي فين؟ عند النيجاتيف 4 يعني المساله بتاعتي دي اخرها نيجاتيف 4. طيب واخرها في البوزيتيف فين؟ عند ال 3. وخد بالك بقى النيجاتيف 4 وال 3 الاثنين اوبن دي يعني الاثنين مش هيتعوض بيهم. طب هو عايزها امتى نيجاتيف؟ اهي ده اخر رقم هيطلع نيجاتيف اللي هو مين؟ اللي هو النيجاتيف 4 اوبند. ليه يا مستر اوبن يا حبيبي؟ ما هو اوبن فمش هيتعوض بيه اساسا. طيب مين اخر رقم هيطلع رقم نيجاتيف؟ النيجاتيف 2 اوبند. ليه يا مستر اوبند يا حبيبي؟ ما النيجاتيف 2 ذات نفسها هتطلع 0. انا عايز اللي بيطلع نيجاتيف من النيجاتيف 4 للنيجاتيف 2 الاثنين اوبند اللي هي لتر B. The conjugate of the number 3i minus 7 equal what؟ الكونجيجيت بتاع أي كومبلكس بغير الإيماجيناري بس. طيب يعني دي هتبقى 3i يبقى الكونجيجيت بتاعها يبقى نيجاتيف 3i minus 7. أدور عليها في الاختيارات هلاقيها لتر B. طيب سؤال مهم بقى بالمرة. لو أنا جيت قلت لحضرتك طب هات لي additive inverse. يعني ايه additive inverse؟ يعني الاثنين هيتغيروا فهتبقى نيجاتيف 3i بلس 7 ولما يجي يكتبها لي كده 7 ماينس 3i. يبقى لو قال لي conjugate هتبقى نيجاتيف 3i ماينس 7. لو قال لي additive inverse الاثنين هيتغيروا تبقى نيجاتيف 3i بلس 7 اللي هي عندي هتبقى لتر لا ده انا هنا الكونجيجيت هيبقى لتر B يعني. The range of the function f theta equal 4 sin 2 theta where الثيتا من الزيرو لل2 باي. يا جماعة السؤال ده سؤال سهل جدا ومباشر. في سؤال واحد في المعاصر هيخليني كل مرة بشرح السؤال ده بشكل صعب شوية بس هو سؤال سهل. أنا هرسم علشان أنا مش عايزك تتلخبط أو مش عايزك يبقى هو بيضحك عليك وأنت يضحك عليك. طيب أنا عشان أرسم لازم أعرف الفانكشن دي هتتعاد كل قد إيه. هي فانكشن دورية يعني بتتعاد كلها كل قد إيه. ده بيتحدد على أساس الإيه؟ الفترة بتاعتها هتبقى من كام لكام. طيب هي ليها رول 2 باي اوفر ابسولوت بي. طب مين البي؟ الرقم ده. يعني الفانكشن دي بتتعاد كل باي. انا كده خلاص يا مستر مش محتاج ارسم. الرسمه دي كده هتتكرر عندي قبل الباي في الباي يعني هتيجي عند الباي وتتكرر وهتيجي ما انا عندي بقى لحد 2 باي فهتتكرر تاني. فانا كده كل حاجه هتظهر عندي. فيبقى الرينج بتاعي هيبقى اقل رقم هيظهر هيبقى النيجاتيف 4 واكتر رقم هيظهر هيبقى ال4. الاثنين كلوزد اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر ايه لان المساله دي طبيعيه. طيب امتى تبقى المساله مش طبيعيه؟ هتبقى المساله مش طبيعيه لو هو خلى
الثيتا تبقى اقل الفاليوز بتاعتها اقل من ان الفانكشن تظهر كلها، فبالتالي هتظهر اخرها عند الزيرو، ودي مش هتفهمها غير لما ترجع للسؤال اللي انا بتكلم عليه اللي موجود في المعاصر في الاكسرسايز. الليسون ده ليسون 5 في التريج، ممكن ترجع للاكسرسايز ده، وده هو سؤال واحد حتى ما جاش في الامتحانات. فانا مش عايزك تتلخبط. انت دلوقتي هو طالب رينج، يبقى بطمن بس ان الرسمه بتاعتي كامله، يعني الفانكشن بتاعتي هتظهر كلها وتلف لفه كامله على اساس الثيتا. فانا هنا لفه اللفه الكامله دي بعد الباي، عند الباي هتلف اللفه كامله، يعني ال2 باي دي هتخليها تلف كام لفه؟ هتخليها تلف لفتين، فالماكسيمم بتاعي ظهر والمينيمم بتاعي ظهر، فانا كده مطمن. فيبقى المينيمم بتاعي نيجاتيف 4 والماكسيمم بتاعي 4، اللي هي لتر ايه. If the terminal side of the angle of measure 30 in standard position in the unit circle rotates 3.5، يعني ال 30 دي، بص دي كده ال 30 انا برسم هي angle in standard position، يعني الفيرتكس بتاعتها هي الاوريجن والانيشال سايد هو البوزيتيف دايركشن اوف الاكس اكسس، دي الانجل 30. طيب بعدين لفت كام لفه؟ 3.5 ادي 1. طيب استنى بس عشان نبقى ماشيين صح، هي لفت في انهي اتجاه؟ لفت في الكلوك وايز، مع ان هي مش هتفرق معايا انا قوي عشان هي في نص، بس هي عشان نبقى ماشيين صح هي لفت في انهي اتجاه؟ لفت في الكلوك وايز، يعني مع قارب الساعه، يعني لفت كده ادي 1 ادي 2 ادي 3، يعني رجعت هنا، دي كده ال 3. بص ال 3 رجعت لنفسها، وبعد كده 3 اند هاف ادي النص. طيب انا عرفت منين النص يجيبها لحد هنا؟ ما النص ده 180، ما هو اللفه الكامله ب 360، يبقى الهاف هتبقى بكام؟ هتبقى ب 180 والله. يبقى التيرمينال سايد هيبقى فين؟ هيبقى هنا. طيب هو بقى بيقول لي التيرمينال سايد ده هيبقى موجود في انهي كواد؟ في الثيرد كواد. if cosine theta greater than 0 يعني رقم بوزيتيف، و if sin theta smaller than 0 يعني رقم نيجاتيف، then الثيتا belong to space quadrant. طيب هي الكوزاين بتبقى مين؟ اكس ولا واي؟ الكوزاين اكس، والساين بتبقى اكس ولا واي؟ بتبقى واي. يبقى ده كده هيبقى بوزيتيف نيجاتيف. طب بوزيتيف نيجاتيف ده موجود في انهي كواد؟ تعالى نراجع على الكوادز. ادي فيرست كواد يعني بوزيتيف بوزيتيف، ادي سكند كواد يعني نيجاتيف بوزيتيف، ادي ثيرد كواد نيجاتيف نيجاتيف، ادي فورث كواد بوزيتيف نيجاتيف. يبقى انا البوينت بتاعتي دي موجوده في انهي كواد؟ الانجل بتاعتي دي موجوده في انهي كواد؟ موجوده في الفورث كواد اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. The angle of measure negative 5 باي over 9 lies in space. يا جماعه يعني انتوا لازم حتى لو حد ضعيف يبقى خلاص في اسئله كده معروفه. انا عشان احول دي كده بالراد، عشان اجيبها احولها ديجري، فاعمل لها فاشيل الباي واحط مكانها 180، يعني نيجاتيف 5 تايم 180 اوفر 9 ادتني نيجاتيف 100، يعني الانجل دي كده بكام؟ بنيجاتيف 100. طب ما انا ما بعرفش احدد الكواد بالنيجاتيف، فاعمل لها بلس 360 عشان اجيب الايكويفالنت ليها، فادتني 260. طب ال 260 دي موجوده في انهي كواد؟ بص هنا يا استاذ، ادي الزيرو وادي ال 90 وادي ال 180 وادي ال 270 وادي ال 360. انا بتكلم على 260 يعني موجوده في الكواد ده. طب الكواد ده بيبقى اسمه ايه؟ third quadrant، اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. The arc of length 8k باي، ده اللينث اوف الارك 8k باي in a circle whose radius 24k، الراديوس 24k is suspended an inscribed angle. بص inscribed، يعني انا هجيب السنترال، وبعد ما اجيب السنترال اجيب الهاف بتاعها. فانا هجيب الاول الثيتا راد. مين هي الثيتا راد؟ ال اوفر ار، يعني 8k باي اوفر 24k، فالكي هتروح مع الكي يبقى 8 اوفر 24 اللي هي 1 اوفر 3 باي، يعني باي اوفر 3. طيب يعني سيتا راد بباي اوفر 3، يبقى الاكس اللي هي مين؟ بص بقى كده
central angle. احنا كلامنا ده بيبقى على central angle. باي over 6 باي over 3 يعني 180 over 3 يعني بكام؟ يعني ب 60. طب أنا عايز مين؟ عايز inscribed angle. طب مين الاسكرايبد انجل؟ half السنترال. half مين؟ half السنترال اللي هي equal كام؟ 30 degree اللي هي letter B. If the ratio between the perimeters of the two similar polygons 4 to 9, then the ratio between their areas. الريشيو between البريمتر، عايز اجيب الريشيو between الاريا. الريشيو between الاريا سكوير الريشيو between البريمتر. يعني انا هاخد ال 4 over 9 دي اعمل لها باور 2. هتبقى 16 over 81 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C. Any two regular polygons having the same number of sides are similar. أي two regular polygons عندهم نفس النمبر of sides يبقوا في الوقت ده لازم هيبقوا similar. زي كده أي two equilateral triangles دول كده similar. أي two squares دول كده similar بدون أي شروط لأنهم regular polygons عندهم have the same number of sides. In the opposite figure the radius length of the circle. طيب يا مستر ده tangent جميل وده secant. لا ده مش secant. طب أنا عايز أخليه secant. أروح جاي كده إيه موصل دي بدي وأسمي البوينت دي F. طيب ما الام سي ده radius. طب ما الام سي يبقى قد الام اف لأن الام اف ده كمان radius. طيب الرول بتاعتي ادي التانجنت باور 2 بيبقى قد مين؟ AC تايم AF. لقيت حاجات قد بعض في نفس المسألة يبقى اسميها X. يبقى ده X وده X وده X. طيب مين ال AB باور 2؟ ادي 2 روت 3 باور 2 ايكوال ال AC اللي هي X تايم ال AF اللي هو ده كله X و X و X يعني 3X. طيب X تايم 3X ب 3X باور 2 هتبقى ايكوال 2 روت 3 all باور 2 اللي هي ب 12. ال 3 تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد يبقى ال x سكوير ايكوال 12 اوفر 3 يعني ال x سكوير ايكوال 4. الباور 2 بتروح السايد التاني تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت لل 4 يعني بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يا مستر انت شلت النيجاتيف علشان الاكس دي انا فارضها لينس ومفيش لينس بالنيجاتيف فتبقى الاكس ايكوال 2. طب هو عايز ريديوس. طب ما الريديوس انا مسميه اكس يبقى الاكس او الريديوس هتبقى 2 سنتيمتر اللي هي لتر A. The area of triangle ADH اللي هو ده over area of the figure DBCH اللي هو ده. طيب قلت له بص انا مش هعرف اجيب الريشيو بتوين ده وده دايركت بس اعرف اجيب الريشيو بتوين اللي فوق والكبير دايركت. ايه ده ليه يا مستر؟ اول حاجه بس لو انا بحل السؤال ده مقالي هقول له سنس ان الدي اتش بارلل للبي سي. طيب جميل يبقى therefore التراينجل ADH similar للتراينجل ABC. جميل جدا. يبقى therefore ال AD over ال AB هيبقى equal كام؟ 3 over 5 اهو AD over AB. طيب يعني therefore area of triangle ADH over area of triangle ABC هتبقى equal square ratio between sides فهتبقى 9 over 25. يعني أنا لو قلت ده كده 9x يبقى الكبير كان كام؟ 25x. طيب أدام ده 9x والكبير ده كله 25x يبقى ده كام؟ 25 minus 9 اللي هي equal 16x. يبقى الريشيو بتوين اللي فوق 9x واللي تحت 16x يبقى 9 over 16 اللي هي لتر B. ال AD bisect للأنجل BAC then ال AD equal what؟ طيب ال AD ده يا مستر ال AD ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن البايسكتور للانتيريور فده بيبقى عبارة عن مين؟ الريشيو بتوين السايدز تايم بعض ماينس الريشيو بتوين البيزز تايم بعض. يعني AB تايم AC AB تايم AC ماينس DB تايم DC. طب يا مستر ما انا مش معايا ال AC. طب ما نجيب الاول. طب نجيبه ازاي بقى؟ نحل مسألة كبروف عشان نجيب ال AC.
since AD bisects الانجل BAC يبقى therefore ال two sides AB over AC يبقى equal ال two parts of the base DB over ال DC. ال AB بكام؟ ال AB ب 10 ال EC بكام؟ ده اللي أنا عايزه. ال DB ب 5 ال DC ب 4 cross multiplication. يبقى ال AC هيبقى عبارة عن 10 times 4 over 5. 10 times 4 over 5 اللي هي equal كام؟ اللي هي equal 8 سنتيمتر اللي هي equal 8 سنتيمتر. طب بعدين يا مستر ادام ده ب 8 سنتيمتر، طيب ما انا عايز بقى الاي دي يبقى سكوير روت لاي بي اللي هو ب 10 تايم اي سي اللي هو ب 8 ماينس الدي بي اللي هو 5 تايم الدي سي اللي هو 4، يعني سكوير روت ل 10 تايم 8 ماينس 5 تايم 4 ادتني 2 روت 15 سنتيمتر اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. All the following expressions are true except. طب تعالى ده انا حابب قوي ان هم كلهم صح ما عدا غلط دي. ماشي انا هتاكد ان كل واحده صح. AB باور 2 ماشي ده تانجنت باور 2 قد ال AC تايم ال AD انت جميل وزي الفل صح. AB باور 2 قد ال AH تايم ال AE جميل وزي الفل. AC تايم AD equal AH تايم AE جميل وزي الفل. نمسح عشان ما نتلخبطش. AC جميل تايم CD غلط. AH تايم HE ده غلط. يبقى الإجابة بتاعتي لتر مين؟ هو بيقول لي كلهم صح ما عدا واحدة، ما عدا الواحدة دي اللي هي لتر D. لو كان ال AB بارلل لل DH بارلل لل XY وكان ال AY عمل انترسكت لل BX at C جميل جدا. كان ال AC ب 8 وكان ال CH ب 4 وكان ال CD ب 6 وكان ال XD ال DX ب 3. عايزين BC ماينس، عايزين بي سي فين البي سي؟ البي سي اهو ماينس واي اتش. طب ما نجيبهم، نجيب كل واحد الاول. طيب بص بقى يا استاذ، انت هنا انا عندي رولز كتيره جدا بس انا المفتاح بتاعي ان الاي بي بارلل الدي اتش بارلل الواي اكس، الثلاثه دول بارلل لبعض صح. طيب انا عايز البي سي صح. طيب ادي بي سي اوفر مين؟ اوفر سي دي، ما هو معايا السي دي اوفر سي دي جميل، تبقى ايكوال اي سي. ما هو انا بدأت بالبي سي يبقى اخد الناحية التانية اي سي اوفر مين؟ اوفر اتش سي. كده خلاص انا عملت ريشيو فيها 3 معروفين وواحد مش معروف. فانا عايز اجيب البي سي. فين الدي سي؟ 6. مين الاي سي؟ 8. مين الاتش سي؟ 4. يبقى كروس مالتيبليكيشن. البي سي عبارة عن 6 تايم 8 اوفر 4 ادتني 12. طب عايزين نجيب الاتش سي. طيب انا واحد من الناس قلت له خلاص اتش سي اوفر اتش واي ده اوفر ده يبقى ايكوال دي سي اوفر دي اكس. مين ال اتش سي؟ اتش سي 4. مين ال اتش واي ده اللي انا عايزه؟ مين الدي سي 6. مين الدي اكس 3. كروس مالتيبليكيشن. يبقى ال اتش واي عبارة عن 4 تايمز 3 اللي هي ب 12 اوفر 6 اللي هي ادتني 2. يبقى بي سي بلس اتش واي يعني 14 سنتيمتر اللي هي لتر دي. الاي سي ب 2 والاي دي ب 8 عايز يجيب الاكس. طب ما خلاص سنس ان ده كورد اسمه اي بي عمل انترسكت مع كورد تاني اسمه دي سي ات البوينت اللي اسمها اي، يبقى ببدأ من البوينت اوف انترسكشن اي سي تايم اي دي هتبقى ايكوال اي اي تايم اي بي. مين الاي سي؟ 3. طب مين الاي دي؟ 8. مين الاي اي؟ 2x. مين الاي بي؟ 3x. 2x تايم 3x ب 6x باور 2. 3 تايم 8 ب 24. ال 6 تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى الاكس باور 2 عبارة عن 24 اوفر 6 اللي هي 4. الباور 2 بتروح السايد التاني تبقى روت 4
طبعا المفروض بوزيتيف اور نيجاتيف، بس الاكس علشان هي لينس فما فيش نيجاتيف، فتبقى 2 سنتيمتر. يبقى الاكس ب 2 اللي هي لتر A. ميجر الارك اي سي، عايزين نجيب ميجر الارك اي سي. طب هنا ايه اللي عندي؟ عندي سيكنت وسيكنت عملوا انترسكتيف بوينت اوتسايد ذا سيركل، فميجر انجل اي دي هي عباره عن ايه؟ انجل اوتسايد ذا سيركل. طب بتبقى هاف ايه؟ هاف الديفرنس بتوين التو اوبوزيت اركس، يعني هاف الدي بي ماينس ميجر الارك اي سي. مين الميجر ميجر الانجل اي؟ 25 وادي هاف. مين ميجر الارك دي بي؟ 70 ماينس ميجر الارك مين ايه؟ اي سي. الهاف ده تايم يروح السايد التاني يبقى ديفايد. 25 ديفايدد باي الهاف ادتني 50 equal 70 ماينس ميجر الارك اي سي. ماينس ميجر الارك اي سي ده كده نيجاتيف، يروح هنا يبقى بوزيتيف، وال50 بوزيتيف تيجي هنا تبقى نيجاتيف. يبقى ميجر الارك اي سي عباره عن 70 ماينس 50. 70 ماينس 50 اللي هي عباره عن كام؟ 20 ديجري، اللي هي لتر كام؟ اللي هي لتر A برضو. لو انا عندي تراينجل اسمه ABC اللي فوق الكبير يعني similar مع التراينجل AED، جميل. ال AE ب 3 وال AD ب 4، ال BD ب 2، ال ED ب 5. عايزين نجيب ال BC. طيب يا معلم، مش انت قايل ان ABC similar للتراينجل AED؟ قلت له اه تمام. قلت له طب ما خلاص، ما نعمل بروبورشنال، يعني ال AB over AE تبقى equal BC over ED هتبقى equal AC over AD. مين ال AB؟ 4 plus 2 يعني 6. مين ال AE؟ 3. مين ال BC؟ ده اللي انا عايزه. مين ال ED؟ 5. طب ما خلاص انا عندي ريشيو كامله وفيها ال BC، اعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى ال BC هيبقى 5 times 6 over 3. 5 times 6 دي ب 30 over 3 اللي هي ب 10 سنتيمتر، اللي هي letter B. Two triangles in which the first whose two angles of measures 50 و 60 and the second whose two angles of measures 60 و 70. Then the two triangles are. بص انا عشان اعرف اشتغل لازم اجيب الانجل الثالثه. طيب الانجل الثالثه هنا هتبقى كام؟ 180 minus 50 minus 60 اللي هي equals 70. 180 minus 60 minus 70 اللي هي equal 50. طب التو تراينجل دول لازم يبقوا congruent ونوت سيميلر. هو مين قال بس ان الكونجرنت لو الانجلز هنا قد الانجلز هنا يبقى هم كونجرنت؟ لا، ده كده ناقص. الانجلز مش شرط للكونجرنت، يبقى دي غلط. كونجرنت وسيميلر الانجلز مش شرط للكونجرنت. نوت كونجرنت ونوت سيميلر غلط، لانهم ايه؟ لانهم سيميلر. لان انا لو عندي 2 انجلز بس، مش هقول لك 3، لو انا عندي 2 انجلز من هنا قد 2 انجلز من هنا، فبالطبيعي الثالثه هتبقى قد الثالثه، فيبقى 2 triangles ار سيميلر اللي هي لتر بي. If the power of the point A respect to the circle M equal -9, then this means that A lies outside the circle, A lies inside the circle, the radius length whose center is 9, the length of the tangent segment drawn from the point A to the center equal 3. لا طبعا الكلام ده في صح وفي طبعا غلط. مين الصح؟ الصح ان ادام الباور اوف ذا بوينت نيجاتيف، ده معناها ان البوينت اي دي بوينت لايز انسايد ذا سيركل اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. ان ذا اوبوزيت فيجر عايزين نجيب اللانس بتاع الاي سي. طب ايه اللي هو مديهولي؟ مديني تو انجلز قد بعض اللي هو الاي بي سي والاي بي دي، دي قد دي. طيب مديني حاجه ثانيه، مديني لانسز كتيره قوي، بس انت لازم تبقى فاهم حاجه، ان انت عندك تراينجل اسمه اي بي سي، في الانجل دي اللي هي اسمها اي بي سي قد الانجل اي بي دي. طيب ايه اللي عندك في التراينجل التاني كمان؟ مديك اللينس بتاع ال 8 و 12، يبقى انت عندك سايد ب 8 وسايد ب 12. طيب مين التو سايدز اللي حوالين الانجل اي بي دي اللي هي الانجل دي كده؟ مين التو سايدز اللي حوالينها؟ ما تقوليش 12 بقى، لا انت لازم تبقى مركز. ده كله. طب ده كله بكام؟ ده كله ب 12 و 3 يعني 15. 15 وكام؟ 15 و 10. الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير، ونشوف الريشيو هتطلع كام. فانا عندي اول حاجه 8 over 10
8 over 10 دي اللي هي بكام؟ 8 over 10 اللي هي هتديني 4 over 5. طيب 12 over 15 اللي هي برضه هتديني 4 over 5. يبقى أنا كده دلوقتي عندي sense إن measure angle ABC equal measure angle EBD، وعندي ال 8 اللي هو اسمه AB over ال 10 اللي هو اسمه BD. يعني عندي ال 8 over 10 ب 4 over 5، وعندي المين ال 12 اللي هو اسمه BC over ال 15 اللي هو اسمه BE اللي هي برضو بكام؟ ب 4 over 5. يبقى انا عندي two triangles are similar. طيب ادام ده مع ده وال 12 مع ال 15 يبقى therefore ال AC هيبقى مع مين؟ هيبقى مع ال DE. طيب الكلام ده الريشيو ما بينهم هي كمان هتبقى كام؟ هتبقى 4 over 5 عشان two triangles هيبقوا similar. طيب انا عايز ال AC. طب ال DE بكام؟ ال DE ده ب 9. نعمل cross multiplication. يبقى ال AC عبارة عن 4 times 9 over 5. 4 times 9 دي بكام؟ 4 times 9 دي ب 36. طب 36 over 5، 36 over 5 اللي هي ادتني 7.2. 7.2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C. ال AD بايسكت للانجل A external، يعني بايسكت للاكستيريور. طيب يعني دي الانجل A، ده كده البايسكت بتاع المين؟ بتاع الاكستيريور بتاعت الانجل A. يعني التراينجل بتاعي اسمه ايه؟ اسمه ABC. عايزين نجيب السي دي. طيب ادام الاي دي بايسكت للاكستيريور انجل، بيعمل ايه البايسكت للاكستيريور ده؟ بيخلي التو سايدز اوف ذا تراينجل، يعني الاي سي اوفر الاي بي. انا ببدا دايما بالصغير، اي سي اوفر الاي بي هيبقى ايكوال ريشيو ما بين مين ومين؟ التو بارتس اوف ذا بيس. طب مين هنا بقى البارتس اوف ذا بيس؟ اللي بره على كله، يعني دي سي على دي بي. طب مين الاي سي؟ 4. طب مين الاي بي؟ 8. طب مين الدي سي؟ ده اللي انا عايزه. طب مين الدي بي؟ مش عندي. طب انا لو كتبتها دي بي برضه مش هبقى ما عملتش حاجه، فانا مش ده الدي بي؟ مش في جزء ب 6 وجزء دي سي، ده اللي انا عايزه. يبقى دي سي بلس 6 كروس مالتيبليكيشن. ادي 4 تايم دي سي بلس 6 ايكوال 8 تايم دي سي. 4 تايم دي سي ب 4 دي سي. 4 تايم 6 ب 24 ايكوال 8 دي سي. نجمع الدي سي مع بعض يبقى 8 دي سي minus 4 دي سي equal 24. 8 دي سي minus 4 دي سي ب 4 دي سي equal كام؟ 24. ال 4 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى الدي سي equal 24 divided by ال 4 اللي هي equal كام؟ اللي هي equal 6 سنتيمتر اللي هي لتر سي برضو. In the opposite figure لو كانت ال CX bisect الانجل ACB، وكان ال XE parallel لل BC، وكان ال AE equal 2، وكان ال EC equal 8، وكان ال BC equal 15. Find the length of ال XD. عايزين نجيب اللينس بتاع ال XD. طبعا عشان اجيب ال XD ده محتاج اجيب ايه؟ يعني غالبا كده اول حاجه هتيجي في دماغي ان انا لازم يبقى معايا ال EX كله. تمام؟ طيب يا مستر ال EX كله ده بكام؟ طيب انا عندي الانجل دي قد الانجل دي وفي بارلل. طيب ده بارلل لده. قلت له بص يا مستر، ما هو ادام ده بارلل لده يبقى اكيد وانا شايف مرتبطين ببعض يبقى اكيد في ممكن alternate او corresponding. طب تعالى نوصلهم ببعض كده اهو. بص يا مستر ده لتر مين؟ ده لتر زد، يعني دي ستار ودي ستار ودي كمان ستار. طب ما يبقى التراينجل اي اكس سي ده ايسوسيلس تراينجل. طب ما زي ما الاي سي ب 8 يبقى الاي اكس هي كمان بكام؟ ب 8. طب انا ادام جبت الاي اكس ب 8 اقدر اجيب الاي دي؟ ما انا لو جبت الاي دي وعملت لهم ماينس اعرف اجيب الدي اكس. ما هو بارلل. طيب ما انا عندي ده اللي انا عايزه ومعايا ده كله ب 15. طيب ادام انا باخد اللي جوه يبقى باخد الاي اي مع الاي سي ده مع كله، يبقى الاي اي اوفر الاي سي هيبقى ايكوال اي دي اوفر البي سي، فاقدر اجيب الاي دي بكام. طيب يا مستر احنا وصلنا للفكره، تعالى ازاي بقى نكتبها. انا اول حاجه اروح رايح قايل له سنس السي اكس بايسكت للانجل اي سي بي، يبقى therefore
measure angle ACX equal measure angle XCB. طب ما since إن ال EX parallel لل BC يبقى therefore measure angle EXC equal measure angle XCB. طيب نسمي دي 1 ونسمي دي 2 from 1 and 2 يبقى therefore measure angle ACX equal measure angle EXC. يعني therefore ال EC equal ال EX كل واحدة منهم بكام؟ ب 8. طيب بعدين عايزين نجيب ال ED. طب ما سنس ان ال ED بارلل للبي سي يا مستر انت كاتبها مرة، ما عايز تكتبها تاني تمام، مش عايز تكتبها تاني خلاص عادي. طيب ايه اللي هيبقى، ايه اللي هيطلع لي من البارلل؟ في تراينجل سيميلر، والله عايز تكتب السيميلاريتي تكتبه، عايز تشتغل ريشيو على طول، ما هو ادام في بارلل يبقى في ريشيو، يبقى ال AE اوفر ال AC ادام انا عايز اللي جوه فباخد AE على AC هيبقى ايكوال ED على BC. ال AE ب 2 وال AC ب 10. جبنا منين ال 10؟ 2 بلس 8. ال ED ده اللي انا عايزه. طب ال BC ب 15 يبقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال ED هيبقى عبارة عن 2 تايم 15 اوفر 10، يعني ال ED طلع ب 3 سنتيمتر. يبقى therefore ال DX عبارة عن 8 minus 3 اللي هو equal 5 سنتيمتر. Find the solution set of the following inequality: x times x plus 4 smaller than 12. ادي x times x plus 4 smaller than or equal 12. طيب ادام في smaller than or equal رقم يبقى انا ما ينفعش اخد ده واساويه بالزيرو. طيب فبروح رايح اعمل ايه؟ مدخل الرقم ده جوه وادخل الاكس على الاثنين واعمل فاكتورايز. x times x باكس برضه، x times 4 ب 4x minus 12 smaller than or equal 0. طيب عشان احل الشكل ده هاخد الفانكشن x سكوير بلس 4x minus 12 equal 0 واعملها ايه؟ مود 5 3. طيب طلعت لي على الكالكليتور الاكس بنيجاتيف 6 والاكس ب 2، فاروح جاي عامل هنا ايه؟ جاي عامل النمبر لاين بتاعي دول كده 2 different real roots. ادي النيجاتيف 6 الانسر بتاعها بيبقى 0، وادي ال 2 الانسر بتاعها هي كمان بيبقى 0. طيب same opposite same same opposite same. coefficient الاكس سكوير بوزيتيف يبقى ده سيم هيبقى بوزيتيف، ده opposite نيجاتيف وده سيم هيبقى بوزيتيف. انا عايز smaller than or equal 0. يعني ايه smaller than or equal 0؟ يعني نيجاتيف و0. يبقى السولوشن سيت هتبقى من النيجاتيف 6 لل 2. ادي ده كده النيجاتيف وادي ده كده خليها كلوزد عشان يبقى معايا الزيرو، فيبقى الانسر من النيجاتيف 6 لل 2 الاثنين كلوزد. if sin theta equal 4 over 5 where theta is the greatest positive. يعني الثيتا هي الجريتست بوزيتيف، يعني الثيتا موجوده فين؟ الثيتا موجوده في السكند كواد. ايه ده انت عرفت منين؟ ما هو الثيتا 4 اوفر 5 دي ليها تو فاليوز، واحده في الفيرست واحده في السكند. هو بيقول لك الثيتا از ذا جريتست بوزيتيف، يبقى الثيتا هتبقى موجوده في السكند. طيب عايز يحسب الاكسبريشن ده، قلت له بس اول حاجه كده انا عايز اعرف الاكسبريشن ده، علشان اعرف احسبه انت محتاج يبقى معايا مين؟ طيب تعالى كده بالراحه. 180 ماينس سكند كواد، السكند كواد الساين فيها بوزيتيف، تمام. ال 180 طيبه ولا شريره؟ طيبه ما بتعملش حاجه، يبقى الكلام ده قد ساين ثيتا، يعني الكلام ده 4 اوفر 5. جميل. تان 90 ماينس ثيتا، 90 ماينس ثيتا ده فيرست كواد، والتان في الفيرست كواد بوزيتيف. طيب ال 90 بتعمل ايه في التان؟ بتخليها كوتان، يبقى انا محتاج يبقى معايا كوتان ثيتا عشان اعرف احل. ادي 4 اوفر 5 بلس الكوتان. فرحت راسم رايت انجل تراينجل في دي الثيتا، رحت رايح قايل له انا معايا الساين اللي هي اوبوزيت اوفر هايبوتنس، يعني الاوبوزيت ب 4 والهايبوتنس ب 5. السايد التالت بيبقى ب 3، جبناه ازاي؟ من بايثاغورس، 5 سكوير ماينس 4 سكوير ادتني 3. طيب بعدين يا مستر قلنا ان هي في السكند كواد، وعرفنا منين ان هي في السكند كواد؟ عشان هو قال لي الجريتست بوزيتيف،
ودام الجريتست بوزيتيف يبقى دي سكند كواد. طيب بعدين يا مستر انا عايز تان. طب ليه التان؟ عشان اجيب لكم تان. التان هي اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يعني 4 اوفر 3، وهي في السكند كواد التان بتبقى نيجاتيف، يعني نيجاتيف 4 اوفر 3. طيب تبقى الكوتان سيتا هي عباره عن مين؟ نيجاتيف 3 اوفر 4. يبقى الانسر 4 اوفر 5 بلس نيجاتيف 3 اوفر 4 اللي هي تديني 1 اوفر 20، اللي هي تديني 1 اوفر 20. لو كان الاي بي بارلل للاي اف، وكانت الاي اي ب 8 والسي اي ب 12 والسي اف ب 9 والبي ام، فين البي ام؟ البي ام ب 4 والدي ام ب 6. find the length of البي اف. تمام. بعد كده بروف ذات ان الاف ام بارلل للسي دي. طيب انا اول حاجه هشتغل على التراينجل اللي فوق اللي هو اسمه اي بي سي. ايه اللي موجود فيه؟ موجود فيه ان الاي بي بارلل للاي اف. طيب جميل جدا. يبقى اي اي ده على اي سي هيبقى ايكوال بي اف اللي انا عايزها على اف سي. طيب الاي اي ده ب 8 والاي سي دي ب 12، البي اف ده اللي انا عايزه، الاف سي ده ب 9. كروس مالتيبليكيشن اجيب البي اف بكام؟ 8 تايم 9 اوفر 12 ادتني 6 سنتيمتر. طيب ده طلع ب 6 سنتيمتر. طب انا عايز اجيب مين؟ عايز اثبت ان الاف ام بارلل للدي سي. قلت له ان تراينجل بي دي سي. عشان اثبت ان في بارلل لازم يبقى في سايدز بروبورشنال. يبقى البي اف على الاف سي بكام؟ ب 6 اوفر 9. طب 6 اوفر 9 دي اللي هي السمبلس فورم بتاعها كام يعني؟ اللي هي 2 اوفر 3. طيب الام بي اوفر الام دي بكام؟ 4 اوفر 6 اللي هي برضو ب 2 اوفر 3. يعني therefore البي اف اوفر الاف سي ايكوال الام بي اوفر الام دي. ادام ده اوفر ده قد ده اوفر ده، يبقى بالتالي therefore الام اف بارلل للدي سي. البي اي بايسكت الانجل اي بي سي. طيب جميل. وكان البي سي ب 12 وكان الاي اي ب 12 وكان الدي سي ب 21 وكان الاي دي ب 28. بروف ذات ان الدي اي بايسكت الانجل اي دي سي. طيب انا عشان اثبت ان ده بايسكت الانجل يبقى لازم الريشيو بتوين السايدز يبقى قد الريشيو بتوين التو بارتس اوف ذا بيس. طيب ما انا مش معايا الاي سي بس اقدر اجيبها من التراينجل الاولاني. يبقى ان تراينجل اي بي سي سنس ان البي اي بايسكت الانجل اي بي سي، يبقى therefore مين التو سايدز اوف ذا بيز؟ ادي بي سي اوفر بي اي تبقى قد سي اي اوفر اي اي. البي سي ب 12 البي اي ب 16 السي اي ده اللي انا عايزه الاي اي ب 12 كروس مالتيبليكيشن. يبقى السي اي عباره عن 12 تايم 12 اوفر 16 اللي هي ادتني 9. يبقى ده كده ب 9. طيب قلت له بقى ان تراينجل. مين بقى التراينجل التاني؟ اي دي سي سنس الدي سي اوفر الدي اي هتبقى بكام؟ 21 اوفر 28. 21 اوفر 28 دي ب 3 اوفر 4. طيب انا ابتديت بده يبقى لازم باجي ابتدي من مين؟ من السي اي. طيب السي اي اوفر الاي اي ب 9 اوفر 12. 9 اوفر 12 دي اللي هي برضو بكام؟ ب 3 اوفر 4. يعني therefore الدي سي اوفر الدي اي equal السي اي اوفر الاي اي. يبقى therefore الاي دي bisects الانجل اي دي سي. وبكده يبقى الامتحان السادس انتهى معانا النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقكم في الامتحانات. وشكرا.